السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. اجتماع لحل النزاعات بالمشاركة المجتمعية. حفريات آثار في إقر مخل. الدراج بنيام قرما يحافظ على القميص الأخضر. مقتل 40 شخصا في هجوم على قرية في مالي. انطلاق مد منطقة شنغهاي في أستانا. أوروبا تفرض رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. إلى التفاصيل. عقدت وزارة العدل اجتماعا على مستوى الإقليم الأوسط في أسمرة يوم 4 من يوليو لإعداد موجهات عمل عامة كجزء من خطتها لجعل نظام العدالة في إريتريا مرتكزا على المجتمع وقائم على القيم ويقدم الصلح والاستقرار. وقالت الوزيرة فوزية هاشم في الاجتماع الذي شارك فيه 415 من لجان الصلح من 83 إدارة ضاحية إن إقامة لجان الصلح يساهم كثيرا في تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة وضمان استمرارية القيم. وقالت أن هنالك حاجة إلى موجهات عامة لجعل وساطة الصلح منتظمة ومؤسسية على مستوى الوطن. وعرض حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هايلي عن عمله في تنفيذ العملية على أرض الواقع مشيرا إلى أهميتها. وذكر مسؤول انفتاح خدمات العدالة في وزارة العدل السيد صبر إبراهيم بأن وساطة الصلح في البلاد ثقافة وليست خيار. وأوضح أن أهم أهداف البرنامج نبذ الخلافات ارتكازا على قيم المجتمع والقيام بأشرطة الصلح تماشيا مع الكرامة الإنسانية واتباع نظم عادلة قادرة على العمل على المستوى الوطني وإدخال آليات لحل التوفيق للمسائل الأسرية. وناقش المشاركون دور لجنة المصالحة في عملية المصالحة ومساهمة عامل العدالة. وظلت وزارة العدل تقوم بأنشطة التوعية لإدماج قيم المجتمع في نظم العدالة ويجري التخطيط لعقد اجتماعات مماثلة في الأقاليم الأخرى. وقد تم اختيار 3775 لجنة مصالحة على الصعيد الوطني. جرت أعمال تنقيب في موقع مع الأرحاب في قرى قرم خلب مديرية منحيل التي عثر فيها على الآثار بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة الإقليم الجنوبي بإشراف مختصين في هذا المجال. وقال عالم الآثار في مفوضية الثقافة والرياضة الدكتور أبراهام زراعي أن الموقع يضم مقابر وبقايا وأواني فخارية تم العثور عليها أثناء بناء سد. وذكر أن الاكتشاف يشير إلى طقوس دفن قديمة وهنالك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد عمرها ومحتواها. وأشاد خبير الآثار في قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد قبر ميكير قبر سلاسي بالسكان لمساهمتهم في منع تدمير الآثار القديمة من خلال إبلاغ السلطات المختصة في الوقت المناسب. وكان قد تم العثور في أبريل الماضي على شجرة تحولت إلى صخرة في عدي كنز ناب في مديرية عدخالة تقع إقر مخل على خط عدخالة على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب مدينة مندفرة. ذكر ممثل قسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة السيد قرم مثقل تولد تشييد 24 سدا صغيرا خلال 3 سنوات وتقدم خدمات جيدة. وقال بدأ العمل في بناء 11 سدا في العام 2023 واكتمال بنائه في النصف الأول من العام 2024. وذكر بتعاون إدارة الإقليم وإشراف وزارة الزراعة ومشاركة الشعب والجيش. وأوضح أنه نظرا لتضاريس الإقليم شديدة الانحدار فإن الخيار الوحيد لضمان مياه الشرب والسقي هو بناء سدود والحفاظ على المياه. وأشار إلى إجراء دراسات لبناء 5 سدود هذه السنة وتجرى الاستعدادات للتشييد.
قيمت إدارة الإقليم الأوسط بالتعاون مع سلطة الغابات والحياة البرية أنشطة التشجير وإصلاح مساقط المياه المنفذة في عامي 2023-2024 وبحثت برامج العمل المستقبلية. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد فيساي هايلي في الكلمة الافتتاحية أن حماية التربة وحفظ المياه عامة والتشجير خاصة يساهم بدور كبير في تنمية الحياة البرية والتنوع الإيحائي. وعدد المدير العام لقسم السلطات الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتوم فوائد حماية وتنمية الأشجار وإثراء أعمال الحفر، وأشاد بالمهام التي يقوم بها أعضاء قوات الدفاع في الفرق العسكرية 84 31 و29 في بناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية والقنوات وإصلاح السكك الحديد وإعداد الحفر للتشجير في المنحدرات الشرقية. وأشار إلى تجهيز أكثر من 2.5 مليون شتلة شجرة على مستوى الإقليم هذا الخريف، داعيا لتعزيز المراقبة والمشاركة لإنجاح الحملة الخضراء. ونادى المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريتو البرهان المجتمع والإداريين على زيادة دورهم الواعي لتقوية جهود الحد من إزالة الغابات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المدمرين. أجرى الإريتريون في دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية وهامبورغ الألمانية بأنشطة الدبلوماسية الشعبية. وفي هذا الإطار دعا القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية سيد برهاني جبريهوت في السيمينار الذي عقده للإريتريين في دالاس يوم 30 من يونيو حول الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة على تعزيز قدراتهم المهنية والاقتصادية ليكونوا قادرين على المنافسة والمساهمة في عملية بناء الوطن. وقال بينما يتجه العالم نحو نظام عالمي متوازن ويخدم مصالح جميع الشعوب، فإن إريتريا وبالتعاون مع شركائها تقدم مساهمة جادة وبناءة حسب قدراتها فدائيا الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز مساهمتهم في المرحلة الانتقالية للنظام العالمي. وقال أن الحفاظ على الحرية والسيادة التي تحققت بالتضحيات هو مسؤولية كل مواطن. من جهة أخرى نظم في 29 من يونيو سيمينارا في مدينة هامبورغ الألمانية ركز على سير برامج التنمية وتعزيز التصدي الوطني وتقوية تماسك الصفوف. وقال قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبراب تخستي أن قدرة إريتريا على الحفاظ على سيادتها والنهج الحر والوئام في عالم تهزه الحروب وأنباء الحرب هي نتيجة قيم نمت في أكثر من 80 عاما من النضال ضد الهيمنة والاستبداد. وأضاف أنه يتعين علينا تعزيز الصفوف والعمل على تحقيق التنمية بالحفاظ على السلام. وذكر مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد كحساي تولى أن تقوية الهوية الوطنية والوعي الوطني وجعل شعبنا المقيم في الخارج ناجحا في جميع المجالات وتعزيز المساهمة الشاملة لبناء الوطن هي من بين أولويات المرحلة. وتعهد المشاركون بالعمل على تعزيز منظماتهم وزيادة مساهمتهم. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي أسبوع التنظيمات الشبابية في الفترة من 29 من يونيو وحتى 2 من يوليو تحت شعار الوعي سلاحنا وتنظيم قوتنا، حيث فازت مديرية الدقيق بالمسابقات. شارك في الأسبوع الشبابي أكثر من 300 شاب من 12 مديرية ومؤسسة المواشي والقلال، وتضمن مسابقات المعلومات العامة والابتكار والتصنيع والقدرات الاستثنائية والكتابة والرقص والفن التشكيلي وعرض الأزياء، وذلك ختاما للمسابقات التي ظلت جارية في المديريات من 22 من فبراير وحتى 12 من مارس الماضيين. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي جوبرو أن الأسبوع الشباب من أكثر البرامج الواسعة والمؤثرة التي يقوم بها الاتحاد. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتين أن الأسبوع انعكس للوعي والكفاءة التي يتحلى بها الشباب. من جانبه دعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد الدين تنظيم البرنامج حتى إدارات الضواحي. ينظم أسبوع التنظيمات الشبابية في الإقليم الجنوبي للمرة السادسة هذه السنة. احتفظ الدراج الإريتري بنيام جرماي في المرحلة السادسة من طواف فرنسا الذي غطى مسافة 163.5 كيلومتر بقميصه الأخضر الذي حصل عليه في المرحلة الخامسة من الطواف.
واحتل الدراج بنيام المركز الثاني بزمن وقدره 3 ساعات و31 دقيقة و55 ثانية. ورفع بنيام الذي جمع 47 نقطة في هذه المرحلة مجموع نقاطه إلى 149 نقطة. دراج انترمارش البلجيكي بنيام جرمايد دخل التاريخ كأول إفريقي أسمر يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات في النسخة 11 بعد 100 هذا العام، بينما حصل على القميص الأخضر في المرحلة الخامسة. ويتنافس بنيام في طواف فرنسا للدراجات للعام الثاني على التوالي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال مسؤولون محليون أن مسلحين مجهولين قتلوا نحو 40 شخصا في هجوم على قرية في وسط مالي تشهد نشاطا للمتمردين. ووقع الهجوم في قرية في منطقة موبويتي، وهي واحدة من عدة مناطق في شمال ووسط مالي تنشط فيها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين منذ أكثر من 10 سنوات. ولم يتمكن من الإعلان عن عدد القتلى، لكن مسؤولون محليون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قائلين أن نحو 40 شخصا قتلوا. ولم تحدد هوية المهاجمين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن. وتصاعد العنف في منطقة الساحل بوسط غرب إفريقيا منذ أن تجذرت حركة التمرد في مالي وامتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين. انطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا أعمال القمة الموسعة 24 لزعماء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. وبالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حضر القمة زعماء ومسؤولون رفيعوا المستوى من 8 أعضاء دائمين آخرين، هم الصين والهند وإيران وكازاخستان وكازاخستان وطاجكستان وباكستان وأوزبكستان. وتتولى كازاخستان حاليا رئاسة منظمة شانغهاي للتعاون. من النصف الثاني من العام الجاري ستحل الصين مكانها. وهذه القمة غير مسبوقة من حيث عدد المشاركين، وتكمن أهميتها كذلك في كونها منصة إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية. يشار إلى أن نحو نصف سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي للكوكب يأتي من دول هذه المنطقة. ومن هنا تأتي أهمية اللقاءات الثنائية التي شهدتها القمة في يومها الأول، حيث انصب التركيز على تعزيز العلاقات البينية المباشرة. فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة قبل قرار نهائي في نوفمبر المقبل، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية. وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي لم تحددها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، مما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين. صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن بولندا ستنضم إلى مبادرة ألمانيا لإنشاء نظام الدفاع الجوي الأوروبي. وقال توسك خلال مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع المستشار الألماني أن مشاركة بولندا في مبادرة الدفاع الجوي الأوروبية القائمة بالفعل ويجب أن تسهل الوصول إلى هدفها المتمثل في إنشاء قبة حديدية أوروبية، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يمنح أوروبا سماء آمنة.
وفي عام 2022 طرحت ألمانيا مبادرة لتشكيل نظام الدفاع الصاروخي والجوي الأوروبي الموحد سكاي شيلد، بالإضافة إلى ضمان الشراء المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. تذكير بالعناوين مرة أخرى. اجتماع لحل النزاعات بالمشاركة المجتمعية. حفريات آثار في إجر مخل. الدراج بنيام قرماي يحافظ على القميص الأخضر. مقتل 40 شخصا في هجوم على قرية بمالي. انطلاق قمة منظمة شنغهاي في أستانا. أوروبا تفرض رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.